سلام أخواتي، إن شاء الله تكونوا غاية. نشكركم على التفاعل تاعكم في الفيديو السابق. هكا تزيدوا تحفزوني باش نحط لكم وصفات. إذا هذه الوصفة اللي درتها لكم تاع اليوم لي سوفلي بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هنايا هذاك الكاس عبرت به الحليب، وزدت نص تاعه درته ما دافي. الحليب تاني كان دافي. درت مغرف تاع خمارة تاع الخبز، ونص باكي تاع خميرة كيميائية، ورشة تاع الملح على حساب يعني على حساب ما استعملت الحليب ندير الملح هكا باش ما تجينيش صامطه. ودرت مغرف تاع زيت الزيتون، وزدت عليها الفرينه ونبدا نخلط فيها هكا حتى تولي لي عجينه تتلاصق، ما نخليهاش ناشفه بزاف هكا باش تطلع لي وتجيني لاباط خفيفه. وهنا نقلع الفوي، نستعمل يدي نخلط فقط بها. نشوف القوام تاع العجينه، انا نخلي العجينه تاعي تتلاصق في اليد كما قلت لكم. ندير شويه تاع الزيت في بول يكون ناشف. ونحط العجينه تاعي ونغطيها بالبابي فيلم ونحطها في مكان يكون دافي هكا باش تتفاعل هذيك الخميره وتطلع لي العجينه تاعي. نجي للوصفة الزاوجة اللي هي وصفة تاع الحريرة تاع الغرب، اللي راح نستعمل فيها زوج حبات تاع زرودية. غادي نجرهم، نستعمل هاد الأداة اللي نجرو بها، تجيني ساهله في سيرتو في الزروديه هكا باش ما تقلعيلهاش كاع الطبقه تاعها، خاطش نعرفوا الزروديه باللي فيها الفايده في القشره تاعها. نستعمل هاد الاداه باش ما نديش بزاف من القشره تاع الزروديه. نقي كاع هاد الخضره اللي راكم تشوفوا فيها، البطاطا، الثوم، البصل، الطوماطيس. هذيك الكابويه الحمراء غادي ندير منها غير شويه هكا باش تجيني الحريره تاعي صحيه. نقيهم كاع ونديرهم في الماء، ندير داك الحار تاني من التالي. غادي تبعوا معايا الطريقه شان ندير فيها التوابل، كيفاش ندير يعني نرقدها في الترقيده التاليه. تابعوا الفيديو حتى الاخير. شوفوا هذه الحبه تاع الثوم لقيت فيها سبحان الله زوج حبات متلاصقين تاع الثوم. هما ثوم وهما توأم، ما شاء الله سبحان الله. هنايا خليتهم كيما هما، درتهم في الحريره. نقيت هذيك الكابويه الحمراء كاع الخضر اللي قلت لكم عليهم، وغادي نزيد معاهم القزبر. القزبر هو ضروري في الحريره تاعنا. وكيما شفتوا معايا لقيت هذيك الكابويه الحمراء، غادي نستعمل مرصو صغير فقط هكا باش ما تجينيش البنه تاع الكابويه بزاف. هنا جيت نجر هاد البطاطا بهذيك هذيك الاداه اللي نجرت بها، ساعه ما ساعدتنيش في البطاطا. نستعمل الخدمي بهذه الطريقه. نديروا حبه بطاطا صغيره في الحريره هكا باش ما تجينيش الحريره تاعي خفيفه. احنا نبغوا الحريره تاعنا تكون شويه ماهاش خفيفه بزاف وماهاش ثقيله بزاف، تكون متوسطه. القوام تاعها يكون مليح. هنا عندي هاد الحبه تاع البصله، شوفوا البصل كيفاش يجي من الداخل. كاين اللي تلقيه البصل جديد، وكاين اللي تلقيه صاي بدا يضيع من الوسط، تقلعي له هذيك القلب الداخلاني، خاطش تلقى فيه واحد البنه ماشي مليحه في الحريره ولا في لاصوص اللي ديريها. هنا عندي هاد لاكاركاس دار تاع الدجاج، غادي ندير معاه البصله نقطعهم هكا عشوائيا، زدت عليهم الزروديه، الثوم، نخليهم يتقلوا على نار قليله. درت لهم هذاك المورسو تاع كابويا، البطاطا كاع نقطعهم بهذه الطريقه، لانه في الاخير غادي نميكسي. درت الطوماطيس ما كثرش، درت فقط نص حبه، خاطش غادي نزيد هذه الطوماط كونسونطري، ونزيد ربطه تاع القزبر والتوابل. درت الملح، سكنجبير، الكركم، غادي نزيد عليهم راس الحانوت اللي هو مهم في الحريره. هنا درت عكريه حاره شويه، درت فقط رشه خفيفه. عندي هذا المكون الاساسي اللي هو زريعه القزبر مطحونه، وهذا المكون اللي يعطينا بنه روعه الحريره تاعنا اللي هو القرطوفه، نخليه في التالي. ونمرق الحريره تاعي ونخليها تطيب على نار متوسطه. نجي لافارس تاع لي سوفلي تاوعي، درت هنايا نص حبه تاع بصل مقطعه بهذه الطريقه، نخليها حتى تتحمر وتدبال هذيك البصله. هنا عندي سكالوب تاع الدين، غادي نستعمل فقط النص تاع هذا السكالوب. غادي نديره في هذاك الاشوار اللي يطحن، نزيد عليه الثوم ونزيد عليه التوابل ونرحيه هكا باش نضيفه لهذاك البصل اللي راني نقلي فيه بهذه الطريقه.
كما تقدري تستعملي صدر تاع الدجاج اذا متوفر عندك. هنا درت هذاك الثوم، درت الملح، الكركم، مسكنجبير، وهنا ضفت شويه تاع الكمون. نطحنهم. وكيما تشوفوا معايا هاد الوصفه تقدري تستعمليها في رمضان، تبدلي هكا من البوريك، تبدلي من القلي، تجيك ناشفه وتجي العجينه تاعها خفيفه كي الريشه. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي وتعجبكم. هنا في هاد لافارس زدت عليها 2 مغارف تاع سلق. السلق كان عندي من قبل، كنت غاسليته ومقطعاته ومفوراته. استعملت منه 2 مغارف. وبالنسبه للملح ما كترش الملح باش ما تجينيش لافارس مالحه. عندي هاد لاصوص طوماط راني دازتها في الكونجيلاتور، جبت منها ربع باش ما تجينيش لاصوص تاعي، ما تجينيش لافارس تاعي ناشفه. وهنا جيت للحريره تاعي ميكسيتها بعد ما قلعت منها هذاك اللحم وقلعت منها القزبر. نجي هنا للترقيده تاع الحريره، ندير فيها 2 مغارف كبار تاع الشيشه، نغسلهم 3 خطرات حتى يصفى منهم هذاك الماء اللي فيه التراب وفيه. كيما تشوفوا الشيشه تجي فيها تراب اللي غسليها مليح. رابيت فيها سنه كبيره تاع الثوم، درت لها راس الحانوت. هذا راس الحانوت يعني فيه ريحه بنينه بزاف، تشميه فيه كاع التوابل. وهذيك القرطوفه هي اللي قلت لكم تعطينا بنه روعه الحريره تاعنا. درت منها مغرف كبيره وزدتها في التالي تاع الحريره، رديت فيها هذاك الحار وزدت ربطه تاع قزبر تكون جديده، وخليتها حتى تتقال هذيك الحريره تاعنا باش نطفي عليها. نجي للعجينه تاعي، هنايا عندي هادو 2 تاع الليمون، بغيت نجربهم معاكم ونعطيكم رايي في كل واحد فيهم، وين هو المول اللي يساعدني في الخدمه باش هكا كي يجي ان شاء الله رمضان نلقى المول اللي يساعدني نخدم به بزاف ويجيني براتيك باش ما نقعدش نضيع في الوقت. وكما تعرفوا رمضان فيه بزاف الوصفات وفيه بزاف الخدمه وبزاف الاطباق، ديري حاجه اللي تسهل عليك وتجيك سهله في الخدمه. كيما شفتوا معايا هذا المول، هنايا جبت شويه من العجينه وحليتها هكا بالحله، زدت عليها شويه تاع الفارينه وعمرتها بالفرماج فوندو، وزدت لها هذيك لافارس لازم تكون بردت، وزدت لها فرماج رابي وبلعتها بهذه الطريقه. هنا عندي هذا البلا تاع الكوشه دخلته للفرن، حميته شويه شويه فقط باش هكا البلا تاعك ما يلصقلكش، ودهنته بالزيت وزدت رشيته بالفارينه. هنا جيت للمول الزاوج باش نخدم بيه، درت شويه تاع العجينه كما شفتوا هذيك البلاصه اللي هنايا باش تكسلي بها العجينه درتها، وهنا باش تعمريها وتطبعيها بهذه الطريقه. بصح هنايا الحبه تاعها الديفو تاعها الحبه تاعها جايه صغيره، ما تعطيكش حبه كبيره، ولازم تقللي المكونات. وكي تبلعيها غادي تجيك جهه من ايطاليا وجهه تكون غليظه بزاف، هذيك اللي من برا تجيك غليظه. صراحه ما عجبنيش هذاك المول، عجبني هذا المول اللي جاي كيما هكا، تجيك الرشمه باينه وتجيك لافارس مليحه وتتبلع لك، وفي الساع غادي تخرجي العجينه من المول هاكا ونقلع هذيك الزياده. هذا المول جاني يستاهل وعاونني في الخدمه. كما تشوفوا معايا جات الحبه مليحه وفيها لافارس وجات مبلعه مليح، ما تتعبيش معاها بزاف. هنايا ديك الصفار تاع البيض درت له شويه تاع القهوه وندهن الحبه كاع الاطراف تاعها باش تجيني من بعد لا كولير تاعها حمراء بهذه الطريقه. ونجيب الزريعه تاع سانوج ولا اي حاجه عندك، تقدري ديري جنجلان، تقدري ديري اي حاجه، انا نبغيها بالسانوج. كيما تقدري ديري الزيتون الكحل هذه الطريقه. هادو يجوا بزاف مع الحريره مع لي سوب في بلاصه البوريك هكا باش ما نضلوش دائما مع الزيت ومع القلي، نبدلو هكا خطره خطره. هنا هذه الحريره تاعي هاي هو جدد، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، وجايه بنت هذيك القرطوفه روعه، لقيتوها عند العشاب غير شروها وجربوها في الحريره. هنا ها هما لي سوفلي تاوعي كيفاش جاو مقطنين. ان شاء الله غير تجربوا الوصفه وتعجبكم وتخلوا لي في التعاليق ان شاء الله باش نحط لكم وصفات اخرى.